ثم تدخل أمريكا على الخط وتدخل الأردن على الخط. لا، أنا كنت في سجن هولندا لما الأمريكيين دخلوا على الخط. جاءوني من الهولنديون بلغوا الأمريكان. نعم، الأمريكان كانوا عرفوا. فالأمريكان طلبوا من المحامي، قالوا نريد أن نقابله في سجن هولندا. فتعرف وزارة الخارجية والمخابرات الهولندية وافقت. ثم مستر كوبي قال لي، قال الأمريكان يريدون أن يرونك. قلت ما عندي مانع، تفضل فليأتوا. فجاءني 2 من السفارة الأمريكية من بروكسل من بلجيكا في السجن. سألوني أسئلة. قلت جماعة طالباني وطالباني بالذات خدعوكم، لأن ما قيل لكم ليس صحيح. يجب أن تأخذوا الصحيح من أفواهنا. وجلال طالباني لعب في السياسة الدولية والإقليمية ألعاب بهلوانية كثيرة، فلعب على عقول غيركم. لا تستعظموا أمر أنفسكم أمامه. المهم ذكرت لهم مجموعة من حقائق، أنه نحن كذا وكذا وكذا. ماذا كان هؤلاء FBI؟ لا، هم قالوا نحن من السفارة. بعدها قالوا جيد، هل توافق أن يأتيك وفد من أمريكا ليقابلوك؟ قلت ما عندي مانع. فجاءني وفد بعدها من أمريكا كمان. أعلى سلطة قضائية في أمريكا، القاضي، رجل مخابرات مسؤول قسم الإرهاب في المخابرات، ورجل آخر من FBI، ومترجمان، ومعي محامي ومترجمة كردية هولندية، ومترجم عربي كردي، ومترجم إنجليزي هولندي، ومترجمهم مصري كان. فالمهم حفلة كبيرة. نعم، يعني رتبوا مكان، ولما دخلت قاموا احتراما، وهو من عاداتهم في السجون، يعني يقومون للمسجون احتراما له حتى لا يشعر بأنه قليل القيمة. بعدها جلسنا وتكلمنا، فعرفوا أنفسهم، نحن جئنا بناء على موافقتك، فنرجو أننا نسألك وأنت تجيب. قلت جيد، ما عندي مانع، سأجيب بالقدر الذي أعرفه. قلت ولكن قبل هذا أريد محضرا للاجتماع السابق مع سفارتكم في بروكسل. قالوا هذه أصبحت وثيقة أمريكية، ما نستطيع أن نفرط فيها، ما نعطيك. فالمحامي تدخل قال ولكن أنتم في هولندا فنحن نريدها. المهم صارت دردشة قانونية، رد بدل من محامية وهم. أخيرا أنا قلت لا أتكلم إلا أن يأتوا بالمحضر. نعم، لا، المحضر أعطوني، قرأنا، لكن قلت أريد نسخة. قالوا ما نستطيع أن نعطيك نسخة لأنه أصبح وثيقة أمريكية. المهم بعدها قالوا قلت لا أتكلم. قالوا نحن جئنا من واشنطن، جئنا من هناك، فقط نريد استبيان بعض الأمور. قلت ما في مانع، لكن هذه الوثيقة أيضا ضرورية بالنسبة لنا. فالمحامي قال جيد، لماذا لا تعطوننا الوثيقة؟ قال لأنه هو بريء عندنا في قوانيننا ملا كريكار. قال جيد، كلامك هذا تستطيع تكتب لي هذا؟ قال نعم أستطيع أن أكتب لك، ورقة وقلم كذا. قال لا، سجل لي على ورقة رسمية من دائرتك وارسلها إلي أن ملا كريكار بريء. نعم، فهو كتب أيضا بالإنجليزية أن ملا كريكار نجم الدين فرج أحمد بريء في القوانين الأمريكية من أي تهمة. فكانت هذا هدف سجلنا في مرماهم. بعدها تكلموا، قلت ما في مانع، تفضل تتكلموا. سألوني أسئلة، قلت ما تسألوني أكثر من أنصار الإسلام، لا أجيب على شيء. سألوني عن يمني، سألوني عن المهم عن أفراد آخرين من أفراد القاعدة من كذا. قلت لا، أنا ما أجيب إلا على أفراد. قالوا تعرف أبو وائل؟ قلت نعم، هو من عضو الشورى عندي، وهو أخ عربي من بغداد. قالوا هو الحلقة الوصل، لست أنت حلقة وصل مع القاعدة، أبو وائل هو الحلقة. قلت هذا ليس صحيح، لأن بعدما فشلتم أنني أنا كردي لست حلقة وصل، تأتون بعربي أنه حلقة وصل. وهي المعلومة أيضا ربما من جماعة الطالبان. نعم بالتأكيد. قلت وهذا سببه أن هؤلاء أمسكوا ابنه وعذبوه تحت تسلط الإرهاب الرسمي. قال نعم والدي كان حلقة وصل، هذا الذي أوصله إليكم. أما إذا أنتم شجعانين فعلا أنا أجيب لكم أبو وائل في المكان الذي تريدون عن طريق رسمي بسفارة وجواز سفر رسمي،
إلى بلد مثل النرويج أو السويد أو بروكسل. وتتحدثوا معه مباشرة؟ نعم مباشرة. المهم وجدوا بعض الأشياء أنه ليس فعلا مثل ما كان، ووجدوا في شخصيتي أيضا نمطا من الإسلام الأصولي المتشدد لكن مثقف، يعرف الكلام، يعرف دبلوماسية، يعرف القوانين، يعرف كل شيء هكذا يعني. فبعدها قالوا هل نستطيع أن نرجع مرة أخرى؟ قلت تستطيعون أن ترجعوا، وإذا أنا أصبحت حرا أذهب إلى سفارتكم إذا ما خافوا، وإن عدتم عدنا. نعم. فبعدها قالوا جيد، أحدهم استخدم أسلوب كأنما فيه تهديد. لو كنت في بيتك ألم يكن أولى لك بين أولادك وأطفالك، وعلمنا أنك أيضا متهم بهيروين وما هيروين، جيد لو حولوك إلى الأردن ماذا تفعل؟ قلت أقطع لساني، وعلى الأقل أستطيع أن أقطع لساني. وفعلا قلت للمحامي، قلت هل يستطيعون أن يمسكوني ويرسلوني إلى الأردن؟ قال على الأقل نعرف خلال أسبوعين، بعد أسبوعين ممكن تحويلك حتى إذا فعلوا. قلت في مجال أقطع أصابعي وفي مجال أقطع لساني أيضا. هذا معركة الإرادة معهم، لن أسمح لهم بأن يصلوا إلى هدف بإذن الله عز وجل بإرادتي أو بعقلي أو بديني أو بجثتي. يعني أنت كنت تعرف أنه لو سلمت إلى الأردن كنت ستخضع للتعذيب؟ نعم بكل تأكيد، لأنهم كانوا يريدون. نعم بكل تأكيد. فبعدها المهم يظهر أن القاضي، أنا أعتقد أن القاضي ربما ما كان من حزب جورج بوش أو كمهنة، أراد أن يصل إلى نتيجة أنه هل نضرب هذه الجماعة ونغزو العراق بسبب هذا الدليل، وهذا هو حلقة الوصل. فوجد أن هذا كذب، ليس حلقة الوصل. وهم اعترفوا بذلك فيما بعد. نعم، ولكن كان في تلك الفترة مهم، لأن هذا كان في شهر أكتوبر 2002، وهم يخططوا لما بعد 5 أشهر صار الاحتلال بعد. وهل قابلك غير الأمريكان؟ نعم طبعا، أنا حققت معي 10 مخابرات. وأنت في هولندا؟ في هولندا أو في النرويج. يعني الإيطالية والألمانية والهولندية والنرويجية والسويدية والكل يعني. ومخابرات عربية؟ لا العربية مجرد أوروبا فقط؟ نعم أوروبا فقط. إذن يعني لو حققت معي المخابرات العربية لأن ما كان عندي جلد يعني. إذن الآن انتهى بك المطاف في النرويج، في أوسلو، في ذلك الفندق الشهير. نعم. بعدها طبعا بعد صلاة الفجر عدنا إلى البيت، والغريب أن سائق التاكسي أيضا كان صوماليا، قال لا أنا لا أخذ منكم فلوس، هو ضيفنا مرحبا به. أخ صومالي، يعني رجل صومالي متدين جزاه الله خير.